السلام عليكم. بالنسبة يا جماعة لموضوع أرض نادي الزمالك اللي جوه نادي الزمالك، أنا بس ليا طلب عند وزارة الأوقاف. هو حضراتكم مرة واحدة افتكرتوا إن لكوا أرض عند نادي الزمالك؟ طب ما كل أندية الدوري انتوا لكوا عندها أراضي، وليكوا أراضي في مصر كلها. ثم إيه المشكلة لو تنازلتوا عنها لصالح نادي الزمالك؟ هو الزمالك هياخدها يحطها في جيبه؟ هي الأشخاص ولا دي للدولة؟ ما هو الزمالك يا جماعة قطاع من الدولة، يعني الزمالك شريحة من الدولة. الزمالك ده حاجة كده جوه الدولة المصرية. الدولة المصرية دي ليها حدود، كل ما هو موجود جوه الدولة المصرية ده ملك للبلد، بما فيهم الأهلي، بما فيهم بيراميدز، بما فيهم ده. مفيش حد ملك لحاجة شخصية إلا الحاجات الخاصة. حتى الحاجات الخاصة بتاعت الشركات برضو ملك الدولة المصرية. فأسامة الأزهري وزير الأوقاف وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، انتوا اجتمعتوا مع بعض بخصوص أرض نادي الزمالك. هل وقتكم يسمح ان تقعدوا انتوا الاتنين وتضيعوا ساعة من وقتكم علشان خاطر تتكلموا على قطعة أرض جوه نادي الزمالك؟ طب ما تتنازلوا عنها لنادي الزمالك، لأن نادي الزمالك مستفيد. أنا كزملكاوي ومواطن مصري أنا مبسوط بنادي الزمالك، فبروح هناك نادي الزمالك مثلا. أنا مش عضو ولا حاجة، بتكلم عن الناس اللي بتروح. يعني مثلا الناس اللي بتدخل دي بتتمتع بالجو وبالرخاء وبالأمان وبالسلام وبكل حاجة جوه الدولة المصرية اللي هي جزء منها اسمه نادي الزمالك. فأنت كوزير أوقاف وشباب ورياضة، انتوا عايزين تاخدوا الأرض ليه؟ هل مثلا الأرض دي هتغنيكوا؟ مثلا هتأجروها محلات تجيب لكم فلوس؟ طب ما أنا عندي اقتراح لوزير الأوقاف. مصر كبيرة قوي، مصر كبيرة جدا. لو المكان ده عاجبك، طب ما تشوف مثلا الأهلي عنده أكتر من تسع فروع أو 8 فروع، معرفش والله، ما بهتمش يعني. طب ما تروح تختار أرض مثلا من عندهم وتاخدها وتعمل فيها المشروع الخير اللي أنت عايز تعمله مثلا. يعني ما تسيب نادي الزمالك اللي ما عندوش أندية تانية كتير، ده هو نادي يتيم، عايز تاخد منه حتة؟ أنا مستغرب بصراحة. ما يصحش كده يا جماعة، لأن نادي الزمالك ما يستحقش ده. نادي الزمالك أكبر من كده. ثم جوهر نبيل، أنت دورك إيه؟ وزير الشباب والرياضة، بتعمل إيه مع الزمالك؟ مش واجب عليك إن أنت تحل مشاكل الزمالك، مش تزودها؟ ولا علشان حضرتك أهلاوي؟ وبرضو أسامة الأزهري أعتقد هو أهلاوي هو كمان، يعني أنتوا الاتنين أهلاوية. طب هو الزمالك مثلا يعني مثلا هل جزائنا ان انتوا اهلاويه؟ وايه يعني اهلاويه؟ تيجي على حقي، تاخد حقي؟ فاتمنى يعني عين العقل انكم تبعدوا عن الحاجات دي. وفي اقتراح برضو مني ليكم، موضوع الارض بتاع نادي الزمالك ده نتكلم فيه بعد 50 سنه، نأجله كده بعد 50 سنه، ايه رأيكم؟ تكون الدنيا اتغيرت. انا شايف كده يعني. ربنا يسهل والزمالك يعدي الازمات دي، وبرضو ان شاء الله الزمالك ربنا ينفخ في صورته في وقف القيد وكل المشاكل اللي عليه، ونبدأ موسم قادم يكون ان شاء الله كله خير ومليء بالانجازات. بطولة افريقيا، بطولة افريقيا طبعا، ودوري وكاس سوبر ان شاء الله يبقوا من نصيب نادي الزمالك. انا طبعا اثق في ربنا ثم نادي الزمالك ولعبته، على اساس ان هو برجل واحدة عرف ياخد الدوري، فاللي عمل كده ياخد كل البطولات ان شاء الله، وهو في حالة استقرار بإذن الله. شكرا لكل الزملكاويه اللي بتشوفني، واتمنى لو تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل للناس، على اساس ان انا نفسي صوتي يوصل للوزراء ويبعدوا عن ارض الزمالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.